مش كل البعد باختيارنا. أهلا بيكم. دي أول حلقة من حلقات Behind the Lyrics أو ما وراء الكلمات لأغنية Wish You Were Here، لأن الكلام فيه موضوع أو فكرة. الحلقة دي لكل أب أو أم ولادهم بعيد عنهم، ولكل ابن أو بنت حاسين إن في حد ناقص في حياتهم. أحيانا في آباء أو أمهات غايبين، مش لأنهم اختاروا الغياب، لكن لأن حد تالت قرر يمنع القرب. الأطفال بتكبر وهي فاكرة إن الغياب عدم اهتمام، قسوة أو نسيان، وبيسألوا بابا فين؟ والإجابة دايما ناقصة أو مشوهة، لأنها جاية من طرف واحد. وفي الناحية التانية أب أو أم واقفين بعيد، شايفين العمر بيعدي، وكل اللي في إيديهم صورة أو ذكرى يفتكروا بيها حضن اتحرموا منه. يكبر الطفل أكتر ويسأل السؤال الأصعب: أنت سبتنا ليه؟ وما يعرفوش إن ده ما كانش إهمال ولا قسوة، ده كان قرار حد غيرهم. ما يعرفش إن الطرف البعيد كان نفسه يكون موجود في كل دقيقة، لكن الباب اتقفل والقلب فضل مفتوح. وفي يوم الأسئلة هتكبر والحقيقة هتطلع لوحدها، ويمكن الكلام اللي ما اتقالش يتقال، ويمكن يعرفوا إن حبهم ليهم كان أكبر من أي حاجة في الدنيا، حتى من نفسهم. وده الأمل الوحيد اللي عايش عليه الطرف البعيد. القصص دي مش تمثيل ولا كلام إنشا، دي حكايات ناس حقيقية، واللي اتقال هنا مش أكتر من جزء صغير من إحساس عمره ما اتوصف. وفي الآخر السؤال الأهم: يا ترى مين اللي بيدفع التمن؟ اللي غاب ولا اللي اتحرم؟ يمكن الأغنية ما ترجعش اللي فات، بس يمكن تفتح باب كان مقفول. لو حسيت بالكلام ده يهمني أعرف رأيك أو رأيك، وده هنتناقش فيه في أول حلقة من Black or White، عشان نعرف الرأي والرأي الآخر. أتمنى الفكرة تكون وصلت. سلام.